النسبة ديال على الصعيد الوطني، ولكن هذه النسبة هذه 3100 يلا كتشكل واحد 3.5% من المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني. واخا كنخلقوا كاين زيادة ولكن كتبقى ضعيفة وغير كافية لامتصاص يعني هذه البطالة الموجودة على الصعيد الجهوي. هذا الشيء كيعكس بجلاء عدم قدرة النسيج الاقتصادي للجهة على امتصاص البطالة، إذ أن مناصب الشغل التي خلقتها الجهة خلال السنوات الأخيرة لا زالت بعيدة عن تلبية حاجيات سوق الشغل الجهوي، حيث أن نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة. ولتجاوز هذه الوضعية التي زادت في تعميقها التداعيات السوسيو اقتصادية وكذلك السوسيو اقتصادية لجريحة كوفيد وكذلك التغيرات المناخية، لأن مع الأسف الجهة ديالنا كتعرف واحد الجفاف قاسي جدا مع ندرة الأمطار، نطلب الله باش يغيثنا وبوادر الخير راه بدات اليوم إن شاء الله، وكذلك السياق الدولي اللي كتعرفوه جميعا مع الحرب القائمة حاليا. يعني هذه الوضعية كلها زادت في تعميق هذه الأزمة، ولكن بالمقابل كاين تواصل جهود مختلف المتدخلين والفاعلين للجهة، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير مناصب الشغل، وهذا عبر اعتماد مجموعة من المبادرات تروم تعزيز وتنويع آليات المواكبة والدعم لتشجيع خلق المقاولة وضمان استمراريتها. هذه المبادرات تتجلى أولا في بعض البرامج اللي هي مهمة، برنامج انطلاقة، برنامج ازدهار، برنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كذلك برنامج فرصة، برنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. مثلا البرنامج ديال الانطلاقة وصل عدد المقاولات التي استفادت من هذا البرنامج إلى 3232 مقاولة جهوية، ما يمثل 8.5 من المشاريع المستفيدة في إطار هذا البرنامج على الصعيد. دائما ذو على شباب ديال الجهة دائما في اتصالات معاه لإيجاد مجموعة ديال الحلول واستقطاب مجموعة ديال المستثمرين لإنعاش الشغل، وتكون الجهة ديالنا من الجهات المتميزة على صعيد الشغل في صعيد المملكة. حقيقة الاختصاصات اللي أعطت الجهة اختصاصات واضحة هو التشجيع والاستثمار وكذلك التشغيل. هذو أمرين مهمين هما اللي تيدفعوا بعجلة ديال التنمية وتيدفعوا إلى تحسين الدخل ديال المواطنين ديال الجهة. ولكن مجلس جهة الإدارة والإدارة عنده إكراه هو مازال الجهة ديالنا جهة نقولوا جبلية بامتياز وكذلك قروية نظرا للموقع الجغرافي ديالها، واخا تتواجد القلب ديال المملكة، ولكن باقي الجهة ديالنا ماشي جهة اللي جذابة للاستثمار وجذابة لمجموعة ديال الاستثمارات، وكذلك تكون قبلة ديال مجموعة ديال كبار المستثمرين كالمستثمرين اللي تيتواجدوا على الساحل ديال المملكة قرب النواني نظرا لقرب مثلا طنجة، الضفة الأخرى وكذلك الدار البيضاء وقطب اقتصادي كبير. ولكن كنطمح الجهة إن شاء الله أنها جهة جذابة وجهة اللي تجذب الاستثمار، ولكن كما قلت الجهة عندها إكراه. اليوم الولاية السابقة المجلس السابق مشكور، كذلك السيد والد اللي هو مالك اللي يقدروا أنه يقدروا الحاجيات ديالهم في ظروف جيدة. اليوم كما قلت الجهة الاختصاص ديالها هو الاستثمار. اليوم حنا بصدد مناقشة مجموعة ديال المشاريع الاستثمارية كبيرة، منها مثلا باش تكون الجهة ديالنا دابا لازم أنها تكون الخط ديال الأوتوبوس اللي تيربط جهة كبيرة مثل جهة مراكش الباسفيك السوقي يربط الجهة ديالنا، لأن كما تعرفوا الجهة ديالنا وجهة سياحية بامتياز. باقي الخط السككي اللي خصو هو يكون يكمل من الدار البيضاء من الوزن يكمل عندنا بني بلاك، وكذلك السيد والد مشكور والجهة منشغلين.
لتشغيل المطار اللي هو واحد وحده اساسيه لتشجيع الاستثمار. اليوم ما على الجهه ديالنا الا انها دير مجموعه ديال لي ساكريفيس وتموتيفي باش تشجع الاستثمار، باش نخلقوا واحد الفرص ديال الشغل. وكذلك الشباب ديالنا مشكور الاداره ديال البنك الشعبي اللي اختارت الجهه بن بلال الخنيفره لتشجيع الشباب، وكذلك انشاء ما يمكن انشاؤه من مجموعه ديال المقاولات اللي في الحقيقه غادي يكون لهم واحد القاذره ديال التنميه في الجهه ديالنا. ولكن بحكم التجارب، بحكم مجموعه ديال البرامج اللي بدات، لا بد ان هذه المقاولات اللي غادي يتم الانتقاء ديالهم عبر فتحه العروض ديال انتقاء المقاولات، لا بد انهم تكون واحد المواكبه ديالهم والمراقبه كذلك، لانه ما تيكفيش انه انشاء المقاوله، راه من ابسط الامور ان انشاء المقاوله وديال الوراق، ولكن لا بد ان هذا المقاول الشاب اللي غادي يبدا ويدخل العالم ديال المقاوله انه يكون واحد التكوين، ويكون واحد المواكبه، ويكون واحد المراقبه اللي تكون صارمه على مجموعه ديال البرامج اللي شفناهم. نقدروا نقولوا انه نجحت منهم واحد 5% او 10%، ولكن تيبقى ديما برنامج انه في الاخير ديالو تيفشل، لانه تيجي مقاول ما عندوش درايه بالمقاوله، ما عندوش درايه بالتسيير، ما عندوش درايه بالتدبير، ما عندوش درايه بلا كونطابيليتي، ما عندوش درايه. هذا هو اللي تيخلي ان المقاوله تلقاو مجموعه ديال المقاولات الافلاس ديالهم، مجموعه ديال الشباب اللي عوض كنا حنا نحسنوا العيش ديالهم الا من خلال البرامج انهم تازموا ولاو في مشاكل كبيره اللي ولاو واحد العائق على الاسر ديالهم وعائق على المجتمع، اللي خلى الامل ديالنا في هذا الشاب المقاول انه يخدم واحد 5 اسر او 10 او 20 اذا كتب الله، ولكن تلقاو بانه المقاوله افلاس، وكذلك خلق مشاكل الناس ديالو. لذلك شبابيه وفتاحه وبيموجي لأجل كتنظم على الإبداع. أيها السيدات والسادة، أسعدني بداية أن أتقدم باسمي وباسم السادة رؤساء البرامج الجهوية والتجارة والصناعة والخدمات بخالص الشكر والامتنان إلى أخينا السيد خالد المنصوري رئيس غرفة جهة بن بلال الخنيفره على دعوته بحضور أشغال هذا اللقاء الهام الموضوع، وأهنئ كافة مساعديه من مطر وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات على حسن التنظيم والاستقبال. فتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا السفارة راه تفعيلات اللي كنقولوا متوسطة، راه هاد لونتربريز في كازا تصحى اون اونتربريز تيبيه، مقاولة صغيرة جدا. داكشي علاش كل جهة والوطو ديال المتوسطة والصغيرة جدا، مقاولين ذاتيين وحاملين مشاريع تابعة لهم الشهري ولا يساعدون فعاليات على المجهودات المبذولة والمقاولين الذاتيين في العطاء اللي كان عطاء مجموعة من الفصل ولكن السيواني اللي كانوا مقررين باش المفيد. شكرا سيدي المدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد والي جهة بني بلال الخنيفره وعامل اقليم بني بلال، السيد رئيس مجلس الجهه، السيد رئيس جامعه الغرف المغربيه للتجاره والصناعه والخدمات، السيد رئيس جامعه سلطان بن سليمان، السيد الكاتب العام للشؤون الجهويه، السيد المدير الجهوي للاستثمار، السيد المدير الجهوي للبنك الشعبي مراكش بني بلال، السيد الكاتب العام لمؤسسه انشاء المقاولات، الساده المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة منابر الإعلام، أيها الحضور الكريم. حضرات السيدات والسادة، أود في البداية أن أشكر السيد والي جهة بني بلال الخنيفره النائب الاول لرئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه بني بلال الخنيفره. اليوم تم الحضور ديالنا في هذا اللقاء الهام اللي كيهم توقيع اتفاقيه شراكه ما بين الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات ديال الجهه ديالنا ومجموعه ديال البنكيه ديال البنك الشعبي. هذه الاتفاقيه تم التوقيع ديالها تحت الاشراف ديال السيد الوالي وبحضور رئيس جامعه ديال الغرف
ورئيس جامعه السلطان مولاي سليمان، وممثلين ديال المؤسسات ديال البنك الشعبي ومجموعه ديال الفعاليات الاقتصاديه والمركز الجهوي للاستثمار كذلك المدير ديالو ومجموعه ديال الاطر. الاتفاقيه غادي تهم الدعم ديال الشباب حامل المشاريع، خصوصا ان المنطقه ديالنا كتفتقر يعني البنيه الاستثماريه، كتفتقر يعني مجموعه ديال المشاريع، وكتفتقر كذلك ديال يعني الفرص ديال الشغل، لان كنعرفوا بان المنطقه ديالنا منطقه يعني كتزخر باليد عامله ولكن كتفتقر يعني الفرص ديال الشغل. هذه الفرصه غادي تتيح للشباب ديالنا باش يحدثوا مجموعه ديال الشركات ديالهم ومقاولات ديالهم، خصوصا هذا المشروع غادي يهم يعني المواكبه ديالهم، يعني القبليه والبعديه وكذلك التمويل في المشاريع ديالهم باش يتمكنوا باش يندمجوا في الاقتصاد ديال الجهه، وكذلك باش يخلقوا فرص ديال الشغل. المناسبه كذلك كانت فرصه ان الممثلين ديال المؤسسات ديال البنك الشعبي عطاو توضيحات كافيه يعني اللي من خلالها غادي يكون يعني دعم ديال الشباب ديال الجهه ديالنا باش يستافدوا من هذه المؤسسه، من الدعم ديالها سواء من تكوينات حضوريه او عن بعد، وكذلك من يعني من التمويل ديال المشاريع ديالهم اللي غادي يعني تنفعهم وتنفع المنطقه ديالها وتساهم في التنميه الاقتصاديه ديال الجهه ديالنا. وشكرا.